يقول: هل حقيقي أن البحر الأحمر يعتبر خور لذلك لا تتأتى فيه الزلازل المدمرة؟ الخور حتى يفهمون المتابعين، الخور هو ملتقى الوادي أو مجرى الوادي بالبحر، فيه المجرى هالملتقى ذا يسمى خور، وذا كثير بالخليج، خور كذا خور كذا، خاصة بسلطنة عمان. البحر الأحمر والخليج العربي بالعرف البحري أزقة مائية، يعني ضيقة، والماء فيها ضحضاح، يعني مهب عميقة. فكانت آسيا والجزيرة العربية وأفريقيا سطح واحد. قبل ملايين السنين حصل بهزات أرضية وبراكين، حصل بالجزيرة العربية ثوران براكين قبل ملايين السنين. فنتيجة لهذه الهزات انفصلت من الجانب الشرقي عن آسيا، وانفصلت بالجانب الغربي عن أفريقيا، فدخل الماء بهذا الانفصال الشرقي فتكون الخليج العربي، ودخل الماء من شكرا فهده، ودخل الماء من الجهة الغربية وتكون البحر الأحمر. ولهذا من المتوقع أن تنساب المياه من غرب البحر الأحمر وتدخل أثيوبيا عبر أزقة نتيجة الهزات الأرضية، لأنه بأثيوبيا فيه بركان حي ورحت لهم قبل قرابة 4 شهور. البركان هذا في صحراء الدناكل، المسمى بركان أرتأليه. فنتيجة للهزات الأرضية الذي يحدثها هذا البركان الحي، طبعا عندنا 6 براكين حية، أحد هذه البراكين بركان أرتأليه بأثيوبيا اللي أنا رحت لهم قبل 4 شهور. نتيجة لهذه الهزات تبتنشط بالأرض وتنساب المياه من البحر الأحمر وتروح صحراء الدناكل المسمى بصحراء الجحيم أو صحراء الجن. ليش يروح الماء هناك؟ لأنها أخفض من مستوى البحر، ولا منه نزل الماء، هذه نظريات، انتبهوا نظريات، ولا منه نزل الماء يبي يفصل إفريقيا إلى جزئين، جزء شمالي وجزء جنوبي، وهذا هو المرجح. وأغلب الأقوال العلمية أو النظريات العلمية تميل إلى هذا.